الله يمسيكم بخير جميعا. وفد وصل من دولة الإمارات الشقيقة إلى منتزه آل مجمل بمركز آل سلمة بمحافظة بلقر. وفدوا إلى هذا المكان عن طريق السنابات وعن طريق التوك توك وعن طريق الإعلام. نقول مرحبا ألف في بلدكم وفي محلكم وفي وطنكم، وإذا ما شالتكم الأرض تشلكم قلوبنا وصدورنا وعيوننا. حياكم الله. هذا أبو راشد. الله يحييك يا مرحبا ألف. مرحبا بك يا أبو محمد، الله يجزاك خير. والله إحنا اللي نتشرف في زيارتكم، والجنوب سنويا ترى إحنا ما نقدر يعني ما نستغني عنها، وما حببنا في الجنوب إلا أهلها وطيبتهم. الله يحييكم. اي والله. وكل سنة عن سنة يعني نشوف فيه فرق، فيه تطور. يعني أنا جيت العام وجيت السنة اللي قبل، يعني كل سنة أشوف أنه يتطور للأفضل والأحسن. يعني ما شاء الله الجنوب بادية تطلع بإذن الله. اي والله. والله يجزاكم خير على جهودكم وعلى المنتزه الجميل هذا، منتزه آل مجمل. والله إنه منتزه رايق ممتاز. يعني الواحد يجلس يبسط ويتقهوى ويشرب شاي والعوائل مبسوطين برا. فجزاكم الله خير على جهودكم وما قصرتوا. الله يحييكم ويا مرحبا بكم. الله ويوفقكم، جزاكم الله خير. اشهد الله من وصلنا الصغير والكبير يرحب فينا ويقربنا. تستاهلون. تستاهل الطيب. بيض الله وجوهكم، جزاكم الله خير على هذا المكان العامر. نشوف فيه الناس اللي مثلكم، وما شاء الله ما شفنا منكم الا حسن الاستقبال والطيب والكرم وكل خير شفناه منكم. عسى الله يبارك في المكان ويبارك فيكم ويبارك في كل شخص كان سبب في ساهم في هذا المكان. جزاك الله خير وبيض الله وجهكم. طبعا الشيخ والرمز والعلم الأستاذ علي بن طباق، بارك الله فيك. الله يحييك. والله أنا من أسعد الأوقات إني قابلت الجماعة هذول بالصدفة. أنا جيت أخذ لي لفة وأطوف المكان، واتصلت فيه وقلت معنا ضيوف من الإمارات، وسعدت كثير وفرحت إن نقابلهم ونكرمهم. ولكنهم كانوا من الصباح عند الأخ محمد بن راشد في المزرعة وأدى الواجب، ويسعدنا أنهم مترددين عن المنطقة وأنهم يعرفونها وأصبحوا هم مطوفين لما بعده. فهذا اللي يسعدنا أن قابلناهم وأنهم كانوا مبسوطين من هذا المكان ومن الزيارة. بارك الله فيكم. وفيك الشاعر والأديب والرمز محمد بن داير. مرحبا بك. أولا نبغى قصيدة ترحيبية في ضيوفنا، والثاني بانطباعك وسلامتك. ابد الانطباع حقيقه المكان جميل، وزاد المكان جمالا تواجد اخواننا من الامارات الله يحييهم، ابو راشد ورفيقه ويا هلا وغلا. وحقيقه ما عدينا شيء، انا جيتكم بالصدفه، مريت اشار لي ابو راشد فقلنا نشارككم هذه اللحظه الجميله. فتحت في الاستوديو حصلت قصيده انا قلتها في مهرجان الشارقه. ما شاء الله. مهرجان الشارقه سنه من السنوات كنت من الضيوف، كان معي شعراء من الامارات وشعراء من السعوديه. فأقول من السعودية سلام وتحية مقدمة لعموم شعب الإمارات اللي لهم معنا علاقة قوية متميزة من بين كل العلاقات. نعم الخوية اللي يقدر خوية فزعته لا ضاقت عليه المساحات. أقرب لنا من مقبض البندقية واصدق من الدمعات والابتسامات في وجه طفل حركاته برية مشاعرة تظهر عليها العلامات. يا عيال زايد قارعة كل هيه جيش يخلي كل نار سلامات. سلام يا دار الكرام ألبية يا قبلة النخوة ونور الحضارات. يا من خذت في العالم الأولوية روح العزيمة واختصار المسافات، ونالت في آفاق الأدب الأفضلية وصار اسمها من ثامن المستحيلات. من ابو ظبي لام القوين العذيه لدبي لا عجمان جزل التحيات. ومنا الراس الخيمه هجم الهديه والى الفجيره نهدي اجزال الابيات. وسلامة الله. بيض الله وجهك. طبعا ابو راشد مستضيف الزملاء والاخوان من دوله الامارات، كان الغداء عنده في المزرعه.